تحية وفاء. لا تقل ما دمع فني، لا تسل ما شجو لحني، منك أبكي وأغنيك فما يؤذيك مني. سمني إن شئت نواحا وإن شئت مغني، فأنا حينا أعزيك وأحيانا أهني. لك من حزن الأغاريد ومن قلب التمني، أنا أرضي الفن لكن كيف ترضى أنت عني. كل ما يجيك يبكيني ويضني ويعني، فاستمع ما شئت واتركني كما شئت أغني. المضحك الباكي تيسير السعدي. نحو قرن من الزمن. يعتبر المضحك الباكي الكبير تيسير السعدي شاهدا على قرن من الزمن عاش من خلاله الفنون وعمل فيها بكافة مراحل تطورها، من خيال الظل إلى الحكوات إلى المسرح والإذاعة والسينما والفضائيات الرقمية. ويعتبر أيضا شاهدا على مراحل تطور الحضارة في بلادنا، من الفانوس إلى الكهرباء، من مدفأة الحطب إلى المازوت إلى المكيفات والطاقة الشمسية، ومن الكتابة البدائية إلى الآلة الكاتبة إلى الكمبيوتر والنت والفيسبوك واليوتيوب. وتعتبر تجربته الطويلة في الفن منذ أربعينيات القرن الفائت وصولا إلى يومنا هذا كنزا حقيقيا لتاريخ الفن السوري والعربي. بل يمكن أن نعتبر سيرته في حلقات المضحك الباكي وثيقة عن تاريخ دمشق في أهم مراحل تطور الحياة والفن فيها، وأبرز أسماء أعلام الأدب والثقافة والفنون وحتى السياسة خلال قرن من الزمن. شوف، كان زمان حارات ليش عملوها ضيقة هيك؟ ليش؟ كان وقت الجيوش العثمانية عشان تروح على الحرب مثلا باليمن أو مصر، تمر الجيوش من دمشق بطريقها للمعارك، وطبعا الجنود كانوا يأذوا مأذيين، طبعا يهجموا على الحارات عشان يغتصبوا النساء وكذا، فعملوا الحارات ضيقة هيك، شفتها انت شلون؟ طبعا. مشان وبعدين عملوا للبيت دهليز، بالعالم كله ما في بيوت إلا دهاليز غير عنا. بتفوت بالاول دهليز طويل لتفوت للبيت، مزبوط؟ ايه. بعدين حتى يفوت للبيت بده يفوت من باب صغير يطخن، حتى شيء له علاقه بالتواضع كله لا مو بالتواضع وبالامن. ايه. في امن، مشان الامن كمان. الجنود كانوا يفظعوا ايام. بتتذكر حمام نور الدين الشهيد؟ هذا هون بتغسل فيه كمان، بحمم فيه بزمانها. حب تشوفه؟ ما عرفنا. يلا تعال نفوت باب ونطلع. الله، في ناس عم تغسل ولا خلينا سياحي. هون الحلاق، لسه الحلاق موجود بحمم ايام زمان. مثل الحمام لسه في ناس بتحمم لك. السلام عليكم. السلام عليكم. نعيما يا شباب. انا جيت للحمام من 60 سنه. الله، من 60 سنه جيتك؟ ايه، متخسر فيه. الله يحفظك. هلا انا عمري 90. 93. لا 93. تشبه حالات. اكل. يا سلام، اسال الله. كانت حنفيات، كانت الحنفيات خشب. استاذ تيسير، هي معلم الحمام عم يقول اجى من 60 سنه على الحمام. قبل وانا كنت صغير من 80 سنه جاي يجيبني ابي لهون. ما شاء الله العمر كله. لانه انا بيتي بصالح حمراوي. هون جارنا معنا. ايه. كانوا الحنفيات خشبه طويله وعليها خرقه بيحطوا مضبوطه. تذكر. تفضلوا، اهلا وسهلا. بس هيك حبينا نرجع ذكريات ايام الحمام. والله انا جاي مع ابي، اذا عمري قال لي 93 من 80 سنه انا جاي لهون. قديش عمره هذا الحمام؟ 965 سنه. قديش؟ 965 شو بقى؟ سنه.
انا من 80 سنه متخسر فيه. شو سجل انا بدماغي فيه. بدك تتذكر غصب عنك. لا لا، على مهلك على مهلك. عود حبيبي، عود عود على رواق. بدك تتذكر لي لمين وزعت هالكراسي. هيك روق روق. تذكرت؟ بدي كازوزة. تعال فهد. هات كازوزة هات. عشان لموني. بدي اياها على ترمندي. هي على تمرندي. تفضل، يسلموا ايديك. خذ كمان شعل لك سيجاره تروق. بتذكر نكته عن الحمام بحكي لك هلا اياها. نحكيها للكاميرا. إيه. هات لنشوف شو النكته تبع الحمام. لا بالنسبه لهذا لهاد جرن يعني. كان بزمانه بالحمام يجي واحد قبضاي يعني من الحارات، تعرف في كل حاره فيها واحد يقولوا له زبرتي، بس هو يعني مئزي. يتغسل ويطلع شو يقول له صاحب الحمام؟ انسرق غرض من غراضي عشان ما يدفع اجره. كل ما يطلع يقول له انسرق غرض من غراضي عشان ما يدفع اجره. بعدين اجى وفات مره قال له ما بفوت على الحمام بدك تحلف بالثلاثه انه بس تطلع ما تقول انسرق لي. قال له ليه؟ خلوه له يفوت على الحمام واخذوا له غراضه وخبوه وما خلوا له لا غرض لا وعي. طلع ما له لا وعي. بدي اقول له انسرق لي عارف انه بالطلاق. الطلاق. شو قال له؟ طلع واقف قدام البحر بالضبط، قال له بس انا ما انسرق لي شيء، بس بذمتك بايدك انا هيك اجيت. طول يا عمرك. هاي نكته عن عمار، هي صايره. صايره طبعا. شكرا سلندياتك. شكرا. شكرا شكرا شكرا. هدول النكت ايه نكهته المحليه مو مستوردين. لا مو مستورد. كل شيء بوقته. ما عم يجيك شي واحد ذكرتي. والله ما اجى لحدا لا غيرك انت. لا ذكرتي. ايوه هدول يبقى قبضاي، هدول يبقوا عنهم بيقولوا عنهم الزرباوات الارزال. كل حاره يبقى فيها هيك. هلا ما في. كانوا يصلبطوا. اي السلبط يعني ما في طبعا هالمظاهر هي كلها. ايوه. شكرا يا حبيبي. فوت شبكات الشاي. والله بدي اجي بس فوت هلا جاهزين هلا. ما خرجي انا ما خرجي. ايوه ان شاء الله معاك. اتمنى كنت. الله يعافيك يا رب. يا رب مع حبيبي السلامه. تفضل. شرفت بك. اهلين 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 اهلين. شكرا شكرا حبيبي شكرا. عينك. وحلوه النكته اذا حطيتها. ما نسجل. عن الحلاق محافظ لك شي نكته؟ لا والله ما نسيان. لا هلا ما بتجي هي تجي لوحدها. الشيء بالشيء يذكر. طبعا طبعا. انا ما بعرف. انا ما بعرف. روح لحارتنا هلا بقى هون حارتنا. اشتقت للحاره. هنيك حارتنا هنيك. اشتقت للحاره. يا سيدي بدمه الواحد، بس هون خلقت يعني ما طول، قعدت شي سنتين يعني. كنت طفل. ولد الفتى تيسير السعدي بعد اشتعال الحرب العالمية الأولى بسنة واحدة في أحد أحياء دمشق القديمة، فقادته أقداره لأن يكون مشخصاتيا طموحا في تحقيق أحلامه الفنية المشروعة. والده صاحب فرن من عائلة دمشقية صاحبة طريقة صوفية، ولم يرد لابنه أن يصبح فرانا مثله، فأرسله إلى المدرسة ليتعلم. هكذا انتهى به المطاف في مدرسة اللايك، وهكذا كنا بصحبته إلى البيت الذي ولد فيه قبل نحو قرن من الزمن. هاي حارتي أنا. هون حارتك. هون جوا. جوا. أيوة. هون ولدت. الله. هون صار معركة أيام الثورة، ثورة ال 25. صار معركة بالبزورية هون كان يمكن مفوض السامي هون قاعد بهالقصر تله. حسن الخراط بطلها. معركة البزورية صارت هون، والفرنسيين ضربوا هالمنطقة بالقنابل. الحريقة اللي هلا بيقولوا الحريقة، هي اسمها كان سيدي عامود. من أحلى بيوت الشام فيها، وأكابر البلد هنيك. احترقت أيامها ولهلا اسمها الحريقة. مظبوط. بس هي المعركة معركة البزورية هون مشهورة.
يعني انا هذا القصر هو عم وقت كان في شفيق الامام صديقي كثير هو اللي كان. رممه. هو اللي رمم، هو اللي عمل التماثيل هلا بتشوفها جوا، هو كل شيء. فانا كنت اجي لعنده اقعد ايام اقعد مرحبا يا شباب، السلام عليكم. تعال فوت من هون من هون. صوروا اسال الله. اسال الله يا سيدي. هذا هو شفيق الامام كان له غرفه هون، هي غرفته هلا بدك تشوفها هون. هون يمكن هون، إيه هون، هون له غرفه مدري هنيك، يعني هون له غرفه، لا هنيك مكتب. هالمكتب هذا يجمع فيه مثلا كتب السيره القديمه تبع الزير ليلى ومالها والسير تغريبه بني هلال، بس اللي جايبهم المجاميع خط يد، وفي حاشيه عليهم تعليق القراء. بدي شيء كان. بعدين بتشوف عنده الزربور الحلب، الزربور البطل اللي كان له طره هيك انتبه، كان يمكن هلا اذا فتحها فيك تفوت تلاقيها كلها موجود بالغرف. هذا. شايف هذا الجوا الغرف هو اللي عملها تقريبا. انا كنت حاضر، واجي لما اجي نام عنده يعزمني او يجي الصبح يفطرني هون على هالبحره، على البحر. يحط لي هون معود حب. لا هي قطه، هي بالذات هي هون شفيق الامام. هي غرفة مراقب المتحف. هون كان هو يقعد هون هو مراقب، يعرف كل شيء عم يصير هون برا. نقعد على البحر نكسر الصفحه. وهون كان يصير مسرح، وهلا مسرح، عم إيه. يصير مسرح كمان. كان يصير في حفلات ايام زمان. هلا عم يرجعوا يساووا المسرح القومي، الشباب كذا يعملوا عروض مسرح مفتوح هون بالصيف طبعا. يا سيدي هذا سيدي عموده اللي حكيت لك عنه راح في قصور مو هالكبر هاد، بس في منها حتى يمكن من جوا مع صغرها فيها جمال اكثر من هون. إيه؟ يعني الفسيفساء اللي كان فيها والرخام، هو ذاتا سعد العظم جمع من البيوت، اخذ منهم رخام حطه هون. هذا اللي حرقوه. هذه بنتذكر الغرف بسرعه نحن ورايحين. ايه شو رأيك؟ هون هذا شفيق الامام. كل رجلي شاف هذا. هون الكتابه والتدريس. هذا هون. مرحبا. الله يخليك. الله يسلمك. انا عمال له بتذكر شفيق الامام. ايه بتتذكره انت؟ ذكر بعض. دائما يجي يقعد عنده هون، نايم هون. كان ينام هو هون. مو هو اللي سوى هالشيء كله؟ طبعا. شوف الطراز القديم. شايفه عايش هو هذا. طبعا يمكن قاعة هون. هيئة ايوه. عمل. فيها نظام المي بالحيط، ما بعرف اذا هون في طالع بالحيط. بيقولوا طالع في مي. هلا نشوف شيء ثاني. هيك خلينا نستعرضهم بسرعة. ايه طالع بالحيط في مي. بغرف ثانية. ولا هون في هي طالع؟ غرفة آلات موسيقية. لا هي ما فيها، هي مقاعة. هي يمكن هو عندهم بزو. غرفة حدا من يعني من الحاشية. آلات قديمة. يلا سيدي يلا. اتمرد تفضل. هي المراية شو عمرها؟ صرنا زمان ما شفنا حالنا. أنا ماني شايف حالي، أنت شايف حالك. شايفك أنا. يعني هذا خلص احنا شفنا، خلينا بقى في هون الحمام. الاستقبال. هذا بيعدوا شوف في بحرة منه، ما بعرف إذا شوفها هي مقسمة هيك. ايه فيها هي؟ لا هي ما فيها، بس في وحدة جوا يمكن فيها. هنيك. جوا هي اللي مقسمة هون ليك. تعال هي بيعدوا البنات، شوف هي اللي مقسمة. بيعدوا البنات، بنات البيت الصبايا بيعدوا داير البحر. في قرنة مي بتمشي فيها هيك، واحدة بتحط هون فلة، واحدة بتحط هون فلة أو وحدة. شوف بقى شلون بيلحقوهم عشان عرفت شلون؟ هون الصبايا بتفتل هون. صفيات يعني نسويات. حياة المرأة هون بيتها ما تطلع لبرا. ايه طبعا. مشان هيك سووا البيوت حلوة وشجرة. ليك. ايه مشان هلا النساء يبقوا قاعدين حياتهم كلهم هون، ما احلاهم ويعيشوا كمان طبعا كانت البيوت مفتوحة. أيوة مفتوحة واسعة.
هيدا نروح بقى هلا على جهات بيتك. انا هون جاير القصر. جار القصر. هلا في عناوين شيء اسمه جار القمر وجار الشمس انت جار القصر. وين؟ وفي نحن والقمر جيران. لك بيته خلف جبالنا بتلالنا. بتعرف هدول الاغاني لهم ذكريات عندي. هلا بحكي لك اياها بالاذاعه لما بدي احكي تاريخ الاذاعه. لا احكي لك شغله بتطير العقل. اجت فتره سوينا الاذاعه احسن اذاعه بالعالم العربي، فتحنا بدوره من الدورات صرعه. بحكي لك اياها بدي احكي ايه مع لما نحكي عنها هي حكايتي مع الاذاعه. ايوه هيك بنسميها. اجت فترات لانه فترات فيها كان هبوط وفترات يعني هو لو الاذاعه تركوها بس لاهل الفن ما تدخلوا فيها، ما صار فيها محسوبيات، كانت من احسن اذاعات العالم. تصدق اذاعتنا لهلا مسموعه عم بتتحسن كويسه، فيها فنانين، هي هون فيها محمد كثير الاذاعه بهالفتره ما تحمي حتى الفنانين اللي بيشتغلوا فيها، تحميهم بارزاقهم، الاجور صارت احسن، صار منيح هلا الحمد لله. يعني ما عدنا فات اجا مدير يبهدلهم. لا 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 لا، كثير بيرحبوا بالفنان وبيشجعوا، حتى رفعوا اجور الاذاعه وصارت كلها عقود ما عاد تعرفي، حتى لما بدهم يجيبوا فنان كبير مثل حضرتك قادرين بالايام يعملوا معه عقد خاص. بس بعد كمان المستوى العملي نزل. ايه طبعا. هلا مثلا حياه كان انا اجره بيتي اللي قلت له كان 50,000 ليره بالشهر. واحد بيعطيه 50,000 ليره مش شيء يعني. كان اجره بيتي بالشهر. طبعا. ايوه طبعا. ليش كان اخذوا لي هالبيت هذا؟ حتى يوفروا علي. هلا انا فايت على حارتي. بس اعرف بقى بدي اغني، بدي اعرف فين الباب على المضبوط. بيتي يا بويتاتي فيك مد جرياتي. أيوة. فيك باكل فيك مشرب فيك ربيت. هي الداري ما تغيرش، ما تغيرش. وين بابا؟ هلا فوق جوا. شايفه فوق هذا تمام. هي حاجة. هلا هذا شو بيسموه لي نافر طالع؟ هذا بيقولوا والله مشربية. مشربية هذيك مشربية. إيه. مشربية هي عبارة عن شو لا كله كمان مثل المشربية. هذا الفوقاني اذا كبير بيقولوا له قصر وبيقولوا فرنجة وبيقولوا هي الفرنجة. ايه ومشرقة وفرنجة ايه. يعني هون شي بيت من هون. هاي حاجتي ايوه من هون للإمارية تطلع. هلا من هون مباشرة هي أنا حارتي، بس بقى عم أتذكر باب بيتنا وين كان. هلا ما عم بعرف. هذا حديد صاير. لا مو هيك، إن كان حديد بيكون طوروه. هلا هذا حديد. لا في حارة في حارات، في دخلات. هسه لقدام. لك شايف يعني ما عاد ما في احلى من هيك، ما في احلى من هيك. انا هون ولدت. يا لك. حتى بقى مرة امي حردت من البيت، كنت انا هي بتذكرها بس. اجت وحدة مرة طلعت على الاسطوح وحطت على راسها غطا سلام شو عملت حالها غولة. شالت لي ان الغولة اكلت امك. اسكت. شوفوا بتدخلي هي. لا بس انا مو بدخلي. يعني بيتنا البيوت ما تعرف هلا حقيقة. يعني اقول لك هلا هون مديرية دمشق القديمة إدارة السياحة. هلا اول ما انا قديم هون. انا هالمنطقة بس ما تعرف وين الباب على المضبوط. يجوز بس نوصل لعنده تتذكروا انت. والله ما عم بتذكر. هي الجمعية السورية للبيئة صارت. لا لا هون جمعية، شوف هذا العنوان، جمعية النادي السوري الخيري. شو بيذكرك هذا العنوان؟
والله النادي الفني السوري، يعني الفرق السورية الفرق طبعا السورية اللي عملتوها طبعا. يمكن هون والله يمكن هون. والله بدك تقول لأنه أنا بعرفه باب هيك وفي له درجة يعني بتنزل هيك. درجة هلا بس نوصل ببين معنا، طالما في درجة معناتها بدنا نعرف. هلا خليني أكد هون بقى. تقريبا هون تقريبا النواحي، لأنه أنا كنت يعني يفتح الباب انزل للبيت الدرجة. هون في درجة. ايوه لا بس بدي هي انزل جوا مبلطين. بنزل. بعرف جورة هيك، شوف هي بلاط. ايه بلاط ايه. هذا البلاط مبلطينه، يعني هذا الباب وهي هذا الصباب باب بيتك مو هيك؟ يمكن. اكيد. وهي الصباب. وهي القنطرة أيوة. مزبوط. وهي الدرجة بس هون بلطوها حتما. يعني ما وكان عاد في الباب مو درجة. هيك خشب. كان خشب رفعوها هلا. ايوه. هي الصباط. هاي الصيبات مو بقبال بيتكم؟ ايه ايه